النهاردة هتكلم معاكم عن سورة العاديات. سورة العاديات ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا فيها من الجحود والطمع وبيفكرنا بالآخرة. والعاديات ضبحا، العاديات اللي هي الخيل الفرس الحصان. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالخيل. ضبحا الخيول اللي هي لما بتقعد تجري من شدة الجري بتسمع صوت نفسها كده. فالموريات قدحا، فالموريات قدحا عارفين انتوا حوافر الحصان لما بيجي يجري على صخر ويحتك الحوافر بتاعته تحتك مع الصخر بتطلع شرارة كده. فهنا برضو ربنا سبحانه وتعالى بيوصف اللي هو ان الحصان لما بيجري ويحتك بالحجر فيطلع شرارة يوقد النار. فالمغيرات سبحا، فالمغيرات اللي هي جايه من الغاره، من الهجوم، من الغزو. العرب زمان لما كانوا بيغزوا حد او يغزوا مكان كانوا في الغالب بيكون وقت الصباح. فاثرنا به نقعا، زمان طبعا كانوا بيستخدموا الخيول في الحروب بتاعتهم. بيقول بقى ان اللي راكب فوق الحصان ده ورايح يغزو فاثرنا به نقعا. عارفين لما الحصان من شده الجري بيعمل وراء نقعه يعني غبار، شده الغبار اللي هي بيجري على الرمل فبيعمل غبار وراه. فهنا فاثرنا به نقعا. فوسطنا به جمعا، فوسطنا به جمعا ان الراجل اللي راكب فوق الحصان ده وبيجري بسرعه علشان يلحق يروح ارض المعركه. فوسطنا به جمعا انه الخيول دي بتوصله لارض المعركه، بيبقى وسط الجمع، بيبقى وسط الغزو نفسه. ركز بقى في الايه اللي جايه دي، إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربنا سبحانه وتعالى، لعبادته لربنا، لأي خير لربنا سبحانه وتعالى هينفع بيه نفسه لكنود. لكنود يعني منيع، يعني بخيل، بيبخل انه في عباداته، بيأثر في عباداته مع ربنا سبحانه وتعالى، بيأثر على شكر النعم اللي ربنا أنعم عليه بيها. احنا كتير جدا مننا عندنا نعم كتيرة جدا ولكن احنا مش عارفين قيمتها، فاكرين ان ده الطبيعي. لا مش طبيعي. احنا نعمة النظر دي، هو انا طبيعي ان انا بشوف؟ لا، في ناس كتير جدا مخلوقة ما بتشوفش، دي نعمة في حد ذاتها. التنفس، في ناس كتير جدا في المستشفيات على أجهزة تنفس صناعي مش عارفين يتنفسوا. فانت عندك نعمة انك عارف تستنشق الهواء شهيق وزفير كده، دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت عندك نعمة انك بتتكلم، عندك نعمة انك بتسمع. النعم اللي اغلبنا فاكرها انها طبيعي، لا دي مش طبيعي، دي نعم من عند ربنا واجب علينا شكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. نعمة انك انت عندك صحة، نعمة انك انت عندك ايد تستخدمها وتساعد نفسك، نعمة انك انت عندك رجلك توديك اي مكان وابعد مكان. دي كلها نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، لازم نشكر ربنا عليها. وإنه على ذلك لشهيد. هنا بقى الهادي إما قيل إن هي عايدة على ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا هو اللي شاهد على الإنسان إنه مقصر، وإما إن هي تكون عايدة على الإنسان إنه هو شاهد على نفسه إنه مقصر. وأنا دلوقتي لو سألتك أنت مقصر في علاقتك مع ربنا هتقولي آه، وهي دي الإجابة، إن إحنا كلنا شاهدين على نفسنا إن إحنا فعلا مقصرين، وهنبقى شاهدين على نفسنا في الدنيا يا إما بقى في الآخرة هنكون برضو شاهدين على نفسنا. فنلحق نفسنا في الدنيا قبل ما نشهد على نفسنا في الآخرة. وإنه لحب الخير لشديد. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان بيكون شديد لحب الخير، اللي هو إيه؟ الخير اللي هو المال. فهو الإنسان بيبقى شديد جدا 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 لحب المال، ولدرجة إن هو ممكن يكون معاه فلوس ولكن هو بيبخل بيها برضو. يعني برضو ما بيأديش الصدقات، ما بيأديش الزكاة، ما بيأديش فرض ربنا سبحانه وتعالى من الفلوس دي. الآية بقى اللي جاية ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بالآخرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هنا بقى لما الأموات يخرجوا كده من القبور بتاعتهم للحشر وللحساب وللجزاء. وحصل ما في الصدور، كمان النوايا بقى هتظهر. حصل ما في الصدور بقى كل حد كان نيته حاجة هتظهر سواء بالخير أو بالشر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى في اليوم اللي هيكون فيه الجزاء وهيكون فيه الحساب والحشر وكل الحاجات دي من أهوال يوم القيامة كلها، ربنا سبحانه وتعالى لخبير. ربنا عالم بقى بأي حد أخفى شيء في سره أو أعلن شيء أو النوايا اللي جوه القلوب، ربنا سبحانه وتعالى عالم بيها. أنا أنصحك إنك تراجع نفسك سواء في حق نفسك أو في حق غيرك. ما تظلمش حد وما تجيش على حد وما تجيش على نفسك ولا تظلم نفسك. وربنا عالم بالنوايا وكل اللي في القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم.